الله الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اندرتيكر يظهر في وسط البلد، شخصية جديدة يعني يتم ابتكارها من قبل بص شوفوا الناس حتى بتحبه، والناس يعني مستخفية جدا دمه بنفس التفاصيل بقولها على حضراتكم اهو. يعني اندرتيكر اندرتيكر ايه يا عم انت قالب وسط البلد ليه يا عم؟ احنا مش عارفينك يا عم والله. يعني انت قالب وسط البلد جدا والناس كلها هنا بتحبك اهي وبتصور معاك. عرفنا بقى عن مين اندرتيكر؟ مين اندرتيكر؟ والله عادي، عيد النمر مصري عادي من الهرم. عندك كام سنة؟ لا بلاش من عندي كام سنة الناس مش هتصدق عامة. يعني الحمد لله انا معدي ال50 الحمد لله. 50 سنة الحمد لله. طب قول لي بقى قصة اندرتيكر بدأت معاك ازاي؟ والله بدأت ان مخرج اعلانات شركة اعلانات كبيرة بعتوا لي بيقولوا لي احنا عايزينك في اعلان هتجسد فيه شخصية الاندرتيكر. فطبعا عندي اخواتي وكده واصدقائي قالوا لي فعلا انت فيك شبه حوالي من 80% من الاندرتيكر، فليه انك انت ما تجسدش تعيش في الشخصيه ديت. فعادي انا هو ده شكلي عامه وده جسمي، مفيش حاجه، انا مش مبتكر حاجه ولا مزود حاجه يعني عامه عادي، مفيش اكتر من هو اللبس بس. وده اللبس على فكره اللي بتمرن بيه، مفيش حاجه جديده يعني. هو يعني انا مش عامل حاجه عشان ابقى شبهه، هو انا كده ربنا خلقني كده يعني. انت شبه؟ طبعا مفيش حاجه، انا ده راي الناس، انا ما اعرفش، ما كنتش اعرف والله. طب قول لي بس بدات ازاي؟ بدات في ايه؟ انا فكره بادئ من زمان في العاب القوى، انا بلعب العاب قوى من صغري من 12 سنه، وانا بلعب من سن 12 سنه يعني. الحمد لله. بتلعب العاب قوى؟ بلعب العاب قوى، لعبت كاراتيه وعندي ميداليات كتير الحمد لله، حصل على ميداليات وحصل على شهايد كتير الحمد لله. اخر حاجه طبعا لعبت في القوات المسلحه تبع الاتحاد الرياضي للقوات المسلحه، حائز على الميداليه الفضيه الحمد لله يعني. بتتمرن كام ساعه في اليوم؟ بتعمل ايه عشان تبقى؟ انا بتمرن حوالي 6 ايام في الاسبوع، خدت بالك، كل 3 ايام باخد يوم راحه. يعني مده التدريب ما بتزيدش عن ساعه، ساعه ونص. تدريبك كل يوم ساعه عشان بس الحرق ما يزيدش، لان الحرق كل ما يزيد كل ما الجسم الطاقه بتروح بتاع الجسم يعني. قول لي بقى التفاصيل الثانيه بتاعت اندرتيكر، بتتدرب كل قد ايه؟ ومين اللي قال لك اطلع على السوشيال ميديا؟ ما فيش حد قال لي اطلع على السوشيال ميديا، في ناس كتير قالوا لي انت طالما قريب من الشخصيه كمل فيها وكده يعني عادي، يعني استجيب للناس. انا كده بستجيب للناس على فكره، مش انا اللي بفرض نفسي على الناس، انا بستجيب للناس. الناس حابيني بالشخصيه ديت، فانا عادي متمادي فيها عادي، مفيش اي مشكله طالما مفيش اي ضرر لاي حد يعني الحمد لله. ما دام ما بتضرش حد، طالما ما بضرش حد ايه المشكله يعني؟ انا مش بقلده في دينه، انا الحمد لله مسلم الحمد لله موحد بالله، ماليش دعوه على انهي ديانه، ماليش دعوه باي حاجات هو بيعملها. انا كل ما في الموضوع ان انا يعني انسان التاني انسان مشهور وانسان اسطوره، فاي حد طبعا يتمنى ان هو يبقى شبه حد، اكيد 100% طبعا. فدي حاجه ربنا انعم عليا بيها، مش انا اللي عاملها يعني الحمد لله.